اهلا اهلا، تعالوا النهارده نعمل ألذ واطعم واجمل فراخ مع فاصوليا. طريقه الفاصوليا النهارده سهله وبسيطه وجديده. اتحداكي لو جربتيها هتجربيها تاني وتالت ورابع. طريقه سهله وبسيطه. الفاصوليا بتاخد سويه على النار، كلنا عارفين. طيب انا النهارده هقولك على طريقه مش هتاخد منك اي سويه، سواء جايباها متفرزه اكياس او انت اللي عاملاها فريش عادي. سهله وبسيطه جدا. يلا نبتدي. قبل ما نبتدي نصلي على سيدنا محمد ونقول بسم الله، ويلا بينا نبدا. في حله على النار عندنا النهارده هحط حبه زيت وحته سمنه او زبده، ما عندكيش مش مهم. هنا الخلطه بتاعتي بحط حبهان على ورق لورا. انا ببقى طحناهم مع بعض. طبعا اقتصادي جدا عن الحبهان لوحده، فبيطحنوا مع بعض. وبعد كده نشوح الفرخة زي ما انتوا شايفين. الفرخة بتتغسل كويس او تتنقع في محلول الملح زي ما انت تحبي. وبعدين التكة دي او الخطوة دي مهمة، اللي انت تسيبيها محطوطة في الزيت كده زي ما انا حطيتها، وتغطي عليها وتسيبيها كده تاخد من ريحة الحبهان والورق اللورة كده، تاخد معاكي على النار ريحتهم كده. تقفلي عليها وتسيبيها، وتحطي بقى الكتل بتاعك مية بتغلي وتنزليها على الفرخة. سهلة جدا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ والشوربة بتاعتها بتطلع فظيعة. يلا بقى نعمل الفاصوليا. حبة زيت او حتة زبدة او حبة سمنة اللي عندك متاح في البيت مش مشكلة. هنحط البصل وهنقلبها تقلبتين تلاتة كده لحد ما البصلة تصفر معانا. انا هنا كان ما تحرقش البصلة، خدي بالك تصفري بس. انا هنا كانت الفاصوليا بتاعتي مفرزاها، إيه كانت فريش وفرزتها. طيب حطيتها على النار وقلبت فيها البصلة. هتعملي ايه تاني؟ هقولك. مش هنحط دلوقتي عليها اي حاجة، يعني ما تحطيش دلوقتي عليها الطماطم او الصلصة بتاعتك. هفضل اقلبها كده شوية لان هي بتبقى طالعة من الفريزر مجمدة. وهقلبها، او حتى لو عندك فريش لسه جايباها من بتاع الخضار مفيش مشكلة، هتقلبيها برضو نفس التقليبة. هتحطي عليها شوية مية او شوية شوربة اللي هي المرقة بتاعتك، وهتسيبيها بقى ايه تستوى. انا هنا ما زودتش، هي دوبك سويها. الحركة دي بتخلي الفاصوليا او البسلة تستوى معاكي بسرعة الصاروخ في ثواني. مش بتاخد وقت كبير على النار. هتفضل لما تستوى هوريكم شكلها. شفتوا بقى شكلها عامل ازاي؟ هنزل بقى بالشوربة بتاعتي كده، حطيتها وبعدين بقى هبتدي ايه اظبطها. حطيت هنا الصلصة بتاعتي او الطماطم زي ما انت تحبي، بس لو طماطم هتبقى متسبكة. قلبت تقلبتين تلاتة وهبتدي بقى احط الملح واحط الفلفل. الفاصوليا بتحب الفلفل يبقى فيها واضح، بس ما تزوديش قوي. لا، هتحطي ملح وهتحطي فلفل. مش بنحط شطة في الفاصوليا ولا بحط توم، يعني انا اعرف ناس بيحطوا توم، لا. بحط كده بس الحاجات بتاعتي بتاعت الفاصوليا. وبعدين بقى عملت شوية الرز بتوعنا، الحبة الرز الحلوين. عايزة تحطيهم بشعرية براحتك، في ناس بتحب الرز بالشعرية وطبعا بيبقى حلو طبعا. على ايه؟ على الفاصوليا برضه بيبقوا حلوين اوي اوي. كده نعتبر خلاص خلصت. ننزل بقى بحبة الزيت ونحط الفراخ بتاعتنا. هنا كان هيحصل لي كويس بس الحمد لله ما حصليش حاجة. وقلبت الفرخة كده وحمرتها من جميع الجهات، اديتها لون حلو في الزيت. عايزة تحطيها في الفرن يا ستي سهلي على نفسك وحطيها في الفرن عشان ما تتلسعيش من الزيت وخلاص. عايزاكم تجربوا الطريقة دي، صدقوني بجد بجد. الوصفة الفاصوليا بالذات كمان، في ناس بتعمل الطرق بالفراخ بطرق كتير. وصفة الفاصوليا بالذات بتسوي الفاصوليا بسرعة الصاروخ. جربوها وان شاء الله هتدعولي. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد مع مطبخ ست.